أرهبهم فيلم سينمائي فصدر القرار بقتل الزعيم. هذا أبرز ما كشفه وثائقي العربية الجديد عادل إمام ذاكرة مصرية. الفنان يملك مسيرة فنية تجاوزت 60 عاما من عمره، وتعرض خلال نصفها الأخير لشبح السجن كما تحمل الوعيد بالقتل. حياة إمام امتلأت بالانتقادات والتهديدات من قبل الجماعات الدينية المتشددة التي رأت فيه تهديدا لها ولمكتسباتها، فيما رآها إمام خطرا قاتلا على الدين والأوطان. من أبرز معارك إمام مع المتشددين كانت في ثمانينيات القرن الماضي بالواقعة الشهيرة، حين قرر عرض مسرحيته الواد سيد الشغال في إحدى قرى محافظة أسيوط تضامنا مع فرقة مسرحية ناشئة. وهناك قررت جماعات متطرفة منعه بالقوة من تقديم العرض ووصفته بالكافر، لكنه واجهها وأفشل محاولاتها. تجاهل الزعيم الرد على انتقادات الجماعات الدينية المتشددة، لكن يبدو أنها حفزته للكشف عن حقيقتها ومواجهتها بالوعي والحوار والجرأة. فكان فيلم الإرهابي في تسعينيات القرن الماضي واعتبر علامة بارزة في مكافحة الإرهاب من خلال الفن وكشف أسلوب الجماعات التكفيرية من الداخل مع أعضائها، وأيضا من الخارج عبر نظرتهم للمجتمع وقضاياه. كما رصد الفيلم ظاهرة العنف التي كانت منتشرة في مصر حينها. انتشر عرض فيلم الإرهابي ولاقى استحسان المشاهدين بما حمله من موضوعية أنشأت بدورها حالة من الصدق في أذهان الجمهور، لكن ذلك قابلته حالة من الرعب لدى قيادات الجماعات المتطرفة ليصدر من السجون قرار قتل عادل إمام. كانوا بيستخدموني في يعني نقل وجهة نظرهم وأطروحاتهم أوصلها للقيادات في الليمان. أنا التقيت بالشيخ عبود فقال لي هو في مجموعات بره جاهزة تنفذ حاجة؟ قلت له آه. قال لي طيب بالنص كده اقتلوا عادل إمام وما تسألونيش في أي حاجة. لكن الزعيم لم يرتعش يوما من ضجيج الإرهاب الذي أحاطه بقوة، بل أصر على هدفه وتحول إلى رأس حربة في المواجهة بين الحرية والتطرف.